أبدى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو شكوكه حول إمكانية ترشح المنتخب الإسباني لدور ربع النهائي ضمن منافسة كأس العالم قطر 2022. وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرا البريطانية: أنا قلق بعض الشيء بشأن إسبانيا، المغرب فريق جيد لديه الكثير من الطاقة وقد أبلوا بلاء حسنا هنا في المونديال. وأتم حديثه قائلا: كان هناك الكثير من الحديث في البداية عن إسبانيا والآن لست متأكدا بخصوص ترشحهم. قال إنريكي في بث مباشر على منصة تويتش: تأهلنا في المركز الثاني وسنلعب ضد المغرب الذي كان الأول في مجموعته عن جدارة، لكننا مقتنعون بإمكانياتنا. وتابع: المغرب تأهل في صدارة مجموعة صعبة للغاية، إنهم في مرحلة رائعة من التحفيز وأشعر أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، بالإضافة إلى أنهم سيحصلون على دعم الكثير من المشجعين في الملعب كما حدث في المباريات الماضية. ثم اختتم قائلا: قمنا بتحليل أداء المنتخب المغربي بعمق، إنهم سريعون جدا في التحول إلى الهجوم وخطيرون جدا من ناحية التكتيك، ستكون مباراة يجب أن نتحكم خلالها في جميع الجوانب.